تستمر الفصائل العسكرية المدعومة من تركيا والتابعة للجيش الوطني السوري والمحتلة لمنطقة عفرين بجرائمها وانتهاكاتها بحق المواطنين الكرد، وما لجنة رد الحقوق إلا ستار يحاول المحتلون به التغطية على أفعالهم المشينة والتي تتم بعلم تركيا وموافقتها. ففي قرية أرندة التابعة لناحية شية وتبعد عن مركزها 5 كيلومترات ومؤلفة من حوالي 220 منزلا، وكان فيها حوالي 1400 نسمة من السكان الكرد الأصليين، نزحوا جميعا إبان العدوان على المنطقة، وعاد منهم حوالي 150 عائلة أي 500 نسمة، وتم توطين حوالي 100 عائلة أي 800 نسمة من المستخدمين فيها. ونتيجة القصف تم تدمير منزل محمد مدور بشكل كامل، ومنزلي محمد عبد الرحمن علوش ومحمد حنان حسين بشكل جزئي. تسيطر على القرية ميليشيات الجبهة الشامية التي اتخذت منزل عزيز عثمان مقرا عسكريا، واستولت على حوالي 70 منزلا بما فيها من محتويات، وسرقت من باقي المنازل مؤن واسطوانات الغاز وأواني نحاسية وأدوات وتجهيزات كهربائية وغيرها، وسيارة تاكسي لوحيد نشأة هورو. وتستولي على حوالي 10,000 شجرة زيتون عائدة ل50 عائلة مهجرة قسرا، منها لعوائل حنان بلال، كيل حسن، عبدة، ميرا، رشكيلو، وتفرض أتاوى $4.5 على كل شجرة زيتون في الأراضي السهلية، $2.5 على كل شجرة في الأراضي الجبلية من أملاك الغائبين الموكلين لأقارب لهم، عدا السرقات الواسعة التي طالت مواسم الزيتون. وتعرض المتبقون من أهالي القرية لمختلف صنوف الانتهاكات، منها الاعتقال التعسفي والتعذيب والإهانات والابتزاز المادي. ففي شهر كانون الثاني 2021 استدعي واعتقل العشرات منهم من قبل الجبهة الشامية في مركز ناحية ماباتا مع بطلة، وتم تعذيبهم وتحصيل غرامات مالية منهم. ولا يزال مصير المعتقلين المخفيين قسرا عزيز حميد يوسف محمد عزيز عمر منذ صيف 2018 مجهولا. كما تعرضت الغابات والأشجار الحراجية المعمرة ومئات أشجار الزيتون في محيط القرية للقطع الجائر بغية التحطيب والتجارة، عدا النيران التي أضرمت فيها أكثر من مرة، مثل غابة جبل مزار، سفر ددا، وجبل حسن كيل. وقطعت شجرة السنديان في موقع ليتشي بين قرى أرندة، شقلة، قرمطلق، والتي تبنى فيها قرية استيطانية. وقامت ميليشيات الشامية بحفر ونبش تل أرندة الأثري بالآليات الثقيلة أكثر من مرة بحثا عن الآثار والكنوز الدفينة وسرقتها، حيث نشرت مديرية آثار عفرين تقريرا موثقا عنه في أيلول 2021. وفي قرية رجا التابعة لناحية ماباتا وتبعد عن مركزها 8 كيلومترات ومؤلفة من حوالي 60 منزلا، كان فيها حوالي 350 نسمة من السكان الكرد الأصليين، بقي منهم 31 عائلة أي 100 نسمة، وتم توطين 28 عائلة أي 160 نسمة من المستخدمين فيها. تسيطر عليها ميليشيات الجبهة الشامية التي استولت على منازل المهجرين قسرا بما فيها من محتويات، وسرقت من المنازل الأخرى مؤن وأواني نحاسية واسطوانات الغاز وأدوات وتجهيزات كهربائية وغيرها، ومجموعة توليد كهربائية ومحولة وكوابل شبكة الكهرباء العامة. واستولت على معظم أملاك الغائبين من أشجار الزيتون والجوز وغيرها، وقامت بقطع معظم الأشجار الحراجية في محيط القرية ومئات أشجار الزيتون بشكل جائر بغية التحطيب والتجارة، كما فرضت أتاوى على مواسم أهالي القرية إلى جانب العديد من المضايقات عليهم. أقامت المبادرة الوطنية من أجل عفرين مساء يوم السبت الفائت وقفة احتجاجية أمام مقر للمفوضية الأوروبية في مدينة بون الألمانية، احتجاجا على الانتهاكات والتغيير الديمغرافي الذي يجري في منطقة عفرين، حيث تم قراءة بيان المبادرة الوطنية باللغة الألمانية، وردد الحضور شعارات منددة بالاحتلال التركي وأعوانه، ووزعت اللجنة المشرفة نسخا عن بيان المبادرة بالإضافة إلى الشموع لإيقادها تضامنا مع كردي عفرين. يذكر أن المبادرة الوطنية من أجل عفرين عقدت مؤتمرها التأسيسي بتاريخ 22 آب من هذا العام في مدينة بون الألمانية،
بمشاركة عدد من المثقفين والأكاديميين ورجال الأعمال والسياسيين من أهالي عفرين والمقيمين في أوروبا بهدف فتح جرائم وانتهاكات الاحتلال التركي والميليشيات الإرهابية الموالية له وتوثيقها وإيصالها إلى المنظمات الدولية والحقوقية والعمل على تقديم مرتكبي جرائم الحرب في عفرين إلى المحاكم الدولية. كما تسعى المبادرة إلى تقديم الدعم والمساندة لمهجري عفرين قسرا في مناطق تواجدهم، وتضع ضمن أهدافها ضمان العودة الآمنة والكريمة بضمانات دولية. هیرول باجر بونه شکلینه بخواندن جهتیاتی باش بو عفرینه یا نشتمانیش بو عفرینه نجی بخواندن وان آنیه جه امیر واتنه خازن خلط عفرینش بیر نکه ام بخوزیش بیر نکه ام خلطش بیر نکه ام عفرینا تجاریش بیرا کسی نره جبویزی هم لبه دارینه دشمن همت باوان بگره که همیش بیر بکن باوان بده و همچی دن نشان و عفرینا خوش بیر نکن چه رنگی به امتین زمان چه رنگی به امتین وینه امتیش خلقه دیگه امتشته گوی و عفرین جبه راستی تشته گله کی گرانه بخوابن تشته هم دیکن یعنی گور کنینا خم دیکن تشته هم دیکن جی بلکی نل گوری تشته یعنی بسر مده لی هم کنینا مری هم زانینا مری ریز و سلام. عقد اليوم الاثنين في العاصمة السويدية ستوكهولم اجتماع ضم عدد من الشخصيات الوطنية السورية بهدف تقريب وجهات النظر ورص صفوف القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية السورية. وعقد الاجتماع برعاية مملكة السويد وإشراف مركز أولف بالما في السويد، وتمت في الاجتماع مناقشة الوضع السوري عموما وسبل تأطير الأحزاب والقوى السياسية الوطنية والشخصيات الديمقراطية. الأستاذ حبيب إبراهيم عضو الهيئة القيادية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا يكيتي وأحد المشاركين في الاجتماع وافانا مشكورا بالمزيد من المعلومات حول هذا الاجتماع. اجتماع اليوم هو تحت عنوان لقاء تشاوري للقوى والشخصيات الديمقراطية السورية، حقيقة أنه تحت إشراف مركز أولف بالمي الدولي وبدعم من مملكة السويد. طبعا كان هناك كلمة لرئيسة المركز وكلمة أيضا لرئيس الحزب الاشتراكي السويدي. طبعا الاجتماع يضم عدد من القوى والشخصيات السورية من جميع المكونات، ويتم التركيز على قراءة الواقع السوري الراهن دوليا وأقليميا وأيضا داخليا. أيضا تم التركيز على واقع المعارضة السورية اللي هي في الواقع مشرذمة ومرتهنة. كذلك هناك دعوة وعمل من أجل يعني تأطير المعارضة السورية المغيبة إلى الآن، المعارضة الديمقراطية أقصد، في الواقع السوري اللي بيطغى عليه صوت التطرف وصوت السلاح. وراح يستمر هذا الاجتماع لمدة يومين، اليوم وبكرة الثلاثاء، على أمل أن ينتج عنه بيان ختامي أو تقرير الصحفي غدا. كشف السيد سلمان بارودو الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لموقع الإدارة الذاتية أن هيئة الاقتصاد والزراعة تعاني مشاكل عديدة تتعلق بمادة الخبز المدعوم، كون هذه المادة مدعومة وتكلفة الطن الواحد من الطحين تقارب 1,500,000 ليرة سورية، في حين أنه يباع للأهالي ب95,000 ليرة سورية فقط. وأوضح بارودو مسألة ارتفاع سعر الخبز المدعوم قائلا: ارتفع سعر الخبز المدعوم من خلال القرار رقم 11 الذي يقتضي برفع سعر ربطة الخبز المدعوم من 250 ليرة إلى 300 ليرة بوزن 1250 جرام بعدد 9 أرغفة، إلا أنها ليست زيادة بما يحمله المصطلح من معنى، لأن تكلفة هذه المادة ما زالت أعلى من سعر المبيع بأضعاف. وأرجع سبب شح الخبز المدعوم إلى التهريب قائلا: تم تشكيل لجان مؤلفة من التموين والجمارك والأسايش والمحروقات، وذلك لمنع عمليات التهريب وخاصة مادة الطحين والمازوت، ويتم تشديد أقصى العقوبات القانونية بحق المخالفين. وفي ختام حديثه أكد سلمان بارودو الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة
على الاستمرار بدعم مادة الخبز المدعوم لكل سكان شمال وشرق سوريا على الرغم من كل تلك الصعوبات. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السوريون في مناطق النظام السوري، حيث الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي ونقص مادة الغاز والفقر المدقع وغيرها، بات الهروب من سوريا حلما يراود عددا كبيرا من السوريين. ولذلك فإن طوابير الانتظار أمام مراكز استخراج جوازات السفر أصبحت من المشاهد المألوفة في مناطق النظام. وفي هذا السياق أكد السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري أن ما يشاهد من طوابير انتظار لاستخراج جوازات سفر ضمن مناطق نفوذ النظام هو للهروب من الواقع الاقتصادي المزري في تلك المناطق، لأن التدهور الاقتصادي مستمر وارتفاع الأسعار متواصل ودخل المواطن السوري محدود، فكيف سيتدبر المدني السوري أعباء العيش؟ من يملك عقارا يقوم ببيعه، ومن يملك ذهبا أيضا، وذلك للحصول على جواز سفر بغية السفر، لكن إلى أين؟ إلى المجهول. بكل تأكيد شاهدنا السوريين العالقين عند الحدود البيلاروسية البولونية. النظام السوري يعلم بأن هناك سماسرة يأخذون الأموال لقاء استخراج جوازات سفر، لكن ذلك لا يعني لأن الأهم بالنسبة له هو وصول الدولارات إلى خزائنه.